الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل الظلمات والنور وجعل لنا قبلتين عظيمتين، الأولى كانت المسجد الأقصى فتوجهنا إليه بقلوبنا، ثم أمرنا الله تعالى بالتوجه إلى بيت الحرام حيث قال سبحانه وتعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاه. والصلاة والسلام على قائد المجاهدين محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله الطاهرين وأصحابه المجاهدين الذين جاهدوا في سبيل الله حق جهاده، وعلى الذين سلكوا مسلكهم في الجهاد ونصرة الدين، وعلى المجاهدين في البيت المقدس وغزة. عنوان بحثي: مسؤولية العلماء تجاه المجاهدين في المسجد الأقصى وغزة. كتبت هذا البحث، قسمت إلى 3 مباحث. المبحث الأول يتحدث عن العلماء، من المقصود بالعلماء، وما هي صفاتهم، ومن هم العلماء الربانيون، ومن هم علماء الطغاة والسلاطين. ثم في المبحث الثاني نتحدث عن المجاهدين بحسب القرآن الكريم، وماذا على العلماء تجاههم. هل مسألة المسجد الأقصى وما حوله متعلقة بعقيدتنا وديننا أو بأرض فقط؟ وماذا على العلماء تجاه الطوفان الأقصى؟ وماذا على العلماء لنصرة المستضعفين؟ يتكون البحث من 30 ورقة إن شاء الله أختصره بقدر الإمكان. العلماء ومسؤوليتهم: قمنا بتعريف العلماء لغة واصطلاحا، وبعد ذلك توصلنا إن العلماء هم عبارة عمن موصوفون بعلامة المعرفة والعلم. المقصود بالعلم الذي يكون مطابقا للواقع، وبعد ذلك يعتقد به اعتقادا جازما ليس فيه الشك. يعني هنالك 3 مقاطع لتعريف العلماء: موصوف بالمعرفة بالعلم، ثم يعتقد به اعتقادا جازما ويكون هذا العلم مطابقا للواقع. لو طبقنا هذا التعريف على كثير من العلماء الذي يدعي أنه من العلماء لخرج هذا الشخص من زمرة العلماء، لأنه قد يقول قولا يخالف ما في الواقع، أو يعتقد اعتقادا يظن به أنه مخالف للقرآن أو لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك ذكرت العلم والعالم في القرآن الكريم. ورد العلماء، لفظ العلماء في القرآن الكريم مرتين: مرة في علماء السوء في حق علماء بني إسرائيل، قال الله تعالى: أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل، هذا في مقام الذم. وبعد ذلك قال الله تبارك وتعالى في سورة فاطر: ومن الناس والدواب والأنعام مختلفا ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. ثم بينت أنواع العلماء. لا أقصد ببيان أنواع العلماء علماء الطب والكيمياء والفيزياء، ولكن أقصد بهم استعمالهم لهذا العلم. هل يستعملونه في الخير أو في الشر؟ إذا كان نذكر عالم أينشتاين، هل يعتبر أينشتاين من علماء السوء أو من علماء الخير؟ وكذلك كثير من العلماء الأوروبيين. إنما إذا نرجع إلى كتب الإسلامية الذي يتحدث عن صفات العلماء مثل إحياء علوم الدين، تحدث عن هذه الموضوع. ولكن هم قسموا العلماء إلى علماء الآخرة وعلماء الدنيا، أو علماء الآخرة وعلماء السوء، وعلماء الربانيين وعلماء السلاطين. وكان هذا التقسيم كان في زمن كان الحاكم يحكم بشريعة الإسلام، ولكن كان سلطان جور. ولكن في هذا الزمان تغير المصطلحات. قد يكون من الصعب أن نسمي واحدا يركن أو يكون له ولاؤه لحاكم يحكم بغير شريعة الإسلامية، لا نستطيع أن نسميه حاكم سلاطين، ولكن هذا التعريف يجب أن نسميه عالم الطغاة أو علماء الطغاة. ثم ذكرت صفات العلماء الآخرة. إذا كان هنالك صفات العلماء: الإخلاص لله تبارك وتعالى، وهذا رأس الأمور، وبعد ذلك العلم، القول بما يعلم، ثم ذلك العمل بما يعلمون، ثم يتخلق بصفات الأنبياء
كثيرا ما نذكر حديث الذي إنما العلماء ورثة الأنبياء. إذا كنا ورثة الأنبياء يجب أن يكون صفاتنا مثل الأنبياء في جميع الأشياء. ثم بعد ذلك قلت الابتعاد عن الحكام والسلاطين الجور والضلال. الأصل أن العلماء هم ولاة الأمور. على الحكام والسلاطين وعليهم إطاعة العلماء الآخرة، ولكن الزمن تغير والحال تبدل، أصبح الحاكم والسلطان حتى الكفار يعتبرون أنفسهم هم ولاة الأمور، يجب طاعتهم. الذي على العلماء يبتعدون عنهم مخافة حبهم لهم ومشاركتهم في الظلم والجور. اتباع منهج السلف الأمة في فهم الشريعة، كما قال الله تبارك وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. أفضل المؤمنين أن نتبعهم هم السلف الصالح، نوليه ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا. ثم بينت مسؤولية العلماء تجاه الأمة الإسلامية بشكل، وبينت أن مسؤولية ورد في القرآن الكريم 5 مرات، 4 مرات المسؤولية السياسية والدينية، ومرة واحدة تحدث الله تبارك وتعالى عن مسؤولية الاجتماعية. ثم قلت يظهر من الآيات القرآنية أن المسؤولية أمر عظيم يحاسب عليه الإنسان في الدنيا والآخرة، ويكون موقوفا بما كان في مسؤوليته. الواقع نحن فيه الواقع المظلم سببه علماء، لا يرجع إلى السياسيين، سببه العلماء، لأن العلماء هم صاروا يتعاونون مع الأمراء السوء. لو تركنا الأمراء السوء وتوحدنا لنستطيع أن نغير هذا الواقع المؤلم. كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مشهور صلى الله عليه: كلكم راع ومسؤول عن رعيته. هذا الحديث مشهور عندكم، أي كل إنسان مسؤول بما هو في حدوده وواجباته تجاه شيء ما. مسؤولية العلماء تجاه الأمة الإسلامية بشكل مختصر أن يبينوا للجميع أهمية الأخوة الإسلامية. قال الله تعالى: إنما المؤمنون إخوة. ومن مسؤولية العلماء أن يعلموا على تعميق التدين الصحيح على جماهير المسلمين، حيث أن هذا الأمر يخدم قضية النهوض بالأخوة الإسلامية، ولا يكون ذلك إلا بتوحيد المسلمين تحت ظل منهج واحد متمسك بقول الله تبارك وتعالى يقول: واعتصموا بحبل الله جميعا. إذا لم نعتصم، إذا اعتصمنا بعض اعتصمنا بحبل الله تبارك وتعالى، وبعض لم نعتصم لا يكون هنالك، لا يأتي النصر. لذلك قال الله تبارك وتعالى: حال كونكم جميعا واعتصموا بحبل الله جميعا، يعني العلماء والأمة، واعتصموا بحبل الله جميعا، الخطاب به الأمة الإسلامية. ومن مسؤولية العلماء توظيف الأحداث والنوازل التي تنزل بالمسلمين والمصائب التي يرميهم أعداؤهم بها في تدعيم وتعزيز مبدأ الإخوة الإسلامية. وكذلك على علماء الأمة يقدم من أنفسهم القدوة الحسنة. صار الإمام قدوة السيئة، العلماء صاروا قدوة السيئة، يتعاونون مع غير المسلمين. يعني عجبت لشخص ما، حيث عندما قام المجاهدون الأبطال في غزة ظهر بعض منهم علانية قالوا إن هذا لا يعتبر جهادا في سبيل الله. يعني نتعجب من العالم، واحد يجاهد يقاتل في سبيل الله تبارك وتعالى، يقول هو جالس على الكرسي لا يعتبر هذا جهادا في سبيل الله تبارك وتعالى، لأن مقياس القوة غير متوازنة بينه وبين عدوهم. سبحان الله وتعالى، كأنه جاءوا بشيء جديد لنا. هم تلوا قول الله تبارك وتعالى: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. وكم مرة ويعرفون معناه وتفسيره، ولكن قاموا بذلك لإرضاء ولاة أمورهم الذين لهم الولاء للغرب والصهاينة. أما مسؤولية العلماء تجاه المسجد الأقصى، عليهم بيان مكانة المسجد الأقصى في القرآن والسنة النبوية. لقد بين طوفان الأقصى هذه مكانة المسجد الأقصى. حتى صغارنا كانوا لا يعرفون فلسطين ولا يعرفون غزة ولا يعرفون القدس، أما الآن فيعرفون من هم، ما هو أقصى، ومن هم جماعة الحماس إلى غير ذلك، حتى يقاطعون منتجات الذي يدعم اليهودية.
وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم لقد بين النبي صلى الله عليه وسلم لنا عليهم بيان مكانة الأرض المقدس للمسلمين يدل على ذلك: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. حتى سمعت بعض علماء السلاطين أو علماء الطغاة واحدا يعتبر نفسه عالما يستشهد بهذه الآية: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين، على أن ملكية الأرض المقدسة لليهود. بدليل ماذا؟ بدليل قوله تعالى: كتب الله لكم في الآية، أي كتب هذا الأرض لكم. كانوا يفسروا هذه الآية بهذا الشكل حتى لإرضاء بعض الناس، ولكن وهذا المعنى غير صحيح في قول المفسرين. كثير من الأكراد فسروا هذه الآية بهذا النوع، أخطأوا في تفسير هذه الآية. عندما قاموا بترجمة إلى اللغة الكردية قاموا بخطأ في هذا التفسير. ولكن لو رجعنا فإن لفظ كتب يرجع إلى فعل الأمر ادخلوا، لا يرجع إلى الأرض. حتى قال بذلك ابن عباس ومقاتل والطبري وغيرهم غير ذلك، قالوا يرجع الأمر، هذا الفعل الأمر، إلى ادخلوا، أي كتب الله عليكم الدخول على الأرض المقدسة، لا كتب الله لكم هذا الأرض بمعنى هذا ميراث لكم. يعني يتعجب إنسان من عالم حتى يخطب، حتى عنده جماهير من الناس عنده فكرة بهذا الشكل. وعليهم بيان مكانة الجهاد في المسجد الأقصى وما حوله. لقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم الجهاد في هذه المرحلة التي نحن فيها، حيث قال: أول هذا الأمر نبوة ورحمة، ثم يكون خلافة ورحمة، ثم يكون ملكا ورحمة، ثم يكون إمارة ورحمة، ثم يتكادمون عليه تكادم الحمر، فعليكم بالجهاد، وإن أفضل جهادكم الرباط، وإن أفضل رباتكم من أي مكان؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: عسقلان. لقد بين النبي صلى الله عليه وسلم مرحلة هذه المرحلة. أما مبحث الثاني المجاهدون والمسجد الأقصى، بينت صفات المجاهدين في القرآن الكريم. الصفات المجاهدين: أول الولاء والبراء الكامل لله تبارك وتعالى، لا للمنافقين ولا للذين عقيدتهم فيه شكوك. قال الله تبارك وتعالى: أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون. إذا لم يكن له ولاء الكامل لله تبارك وتعالى، الصبر لله تبارك وتعالى. كذلك من صفات المجاهدين، ومن صفات المجاهدين الإعداد، ومن صفات المجاهدين أيضا إسراف المال قبل النفس، لأن الله تبارك وتعالى لا يمكن الجهاد بدون منه، حتى اعتبر الله تعالى عدم إسراف المال في سبيل الله تبارك وتعالى من التهلكة. كثيرا من الناس يستخدمون هذه الآية في غير مقامها. هذه الآية متعلق بالجهاد، متعلق في الإنفاق في الجهاد: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. إذا لم ننفق في سبيل الله تبارك وتعالى ولم ننفق في الجهاد ولا تلقوا، ستصيبنا التهلكة كما أصابتنا في الآن. جميع هذه الصفات بينت في البحث، جميع هذه الصفات التي ذكرناها موجودة في المجاهدين الذين يجاهدون في المسجد الأقصى وغزة. الجهاد واجب شرعي عن المسجد الأقصى. بينت قول العلماء حكم الجهاد. كما تعلمون الجهاد فرض كفاية، ولكن قد تتغير الحال إلى فرض عين. وذكرت قول بعض العلماء عندما يقولون متى يكون الجهاد فرض عين. قال القدوري في مختصره: وإن هجم العدو على بلد يعني نكرة، على بلد وجب على جميع المسلمين الدفع. وقال الرافعي في شرح الكبير: إذا هجم العدو على بلد من بلاد المسلمين فيتعين على كل واحد من آحادهم ممن هم قادر عليه، لأن الواجب على الكل ثابت بالنصوص، وسقوطه عن البعض بحصول المقصود بالبعض الآخر، فإذا لم يتحقق الدفع إلا بالكل يبقى فرضا عينا. هل حماس قادر على هذا الدفع؟ هل قادر؟ ليس في مقدوره. لذلك على الأمة جميعا أن يجاهد في سبيل الله بماله ونفسه،
إن أمكن. وقال البغوي في التهذيب: وإن كان الجهاد فرضا متعينا بأن أحاط العدو بهم، يظهر من قولهم أن دخول العدو الكافر للسيطرة على بلد من بلاد الإسلامية فلا يمكن له الدفاع عن نفسه، واجب على جميع المسلمين الجهاد لنصرة هذه البلدة المسلمة. ثم بينت وظائف العلماء في نصر طوفان الأقصى، وينقسم إلى مطلبين. المطلب الأول بيان شرعية الطوفان الأقصى. كثير من الناس يقولون: هل الطوفان الأقصى في الشريعة الإسلامية يعني جائز أو غير جائز؟ هل فعلوه صوابا أو خطأ؟ بينت ذلك. على العلماء الأمة أن يبينوا مشروعية طوفان الأقصى بالضوابط الشرعية، لا بحسب ما يملى عليهم من قبل حكامهم وأنظمتهم الحاكمة العميلة لقوة الشر في الغرب بقيادة الولايات المتحدة. ولا شك أن طوفان الأقصى ما هي إلا نتيجة لهذا العدوان المستمر من قبل الجيش الغربي بقيادة الصهاينة منذ عام 1948 حتى الآن. فلا يمكن لمن يقرأ قول الله تبارك وتعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، يشك في مشروعية هذه العملية المباركة التي أيقظت الأمة الإسلامية ووقفت أمام التطبيع الدول الإسلامية لها بحجج باطلة وغير شرعية. كيفية نصرة المجاهدين إن كان الجهاد دولة اليهود واجبا؟ ولا شك في ذلك. لا يشك أي عالم رباني بأن الجهاد دولة اليهود فرض، لا يشك إذا كان هو من علماء الربانيين ومن علماء الآخرة. فإنه يجب على جميع المسلمين نصرة من يجاهدهم كل بحسب حاله، لأن الله تبارك وتعالى قال: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. نذكر هنا بعض ما على العلماء الربانيين لنصرة التوعية بمفهوم نصرة الحق. على العلماء رفع الظن والريبة على الجهاد الموجود في الأقصى وغزة، وخاصة بيان أن طوفان الأقصى هي رمز الجهاد والصبر والتخطيط في هذا العصر ضد العدو الكافر المحارب. عليهم أن يبينوا أن دعم الاقتصادي للدولة اليهودية حرام بجميع الأشكال، وكل شركة متعاونة معهم على المسلمين أن يقاطعوا تلك الشركة والمنتج، لأن التعاون على الإثم والعدوان. عليهم أن يبينوا أن التطبيع لهذا الكيان السرطاني حرام، فلا يجوز لأي بلد مسلم أن يقوم بذلك تحت أي ظروف وبأي حجة باطلة. عليهم توعية الناس بصفات اليهود في القرآن الكريم وما فعلوا بالأنبياء والرسل عليهم السلام، وكذلك عليهم بيان جرائم التي فعلوه بالمسلمين منذ دخولهم الأرض المقدسة ظلما وعدوانا. على العلماء بيان مكانة المسجد الأقصى في عقيدتنا وتاريخنا ووجودنا، ونصرة من يريد تطهيرها من يد اليهود الغاصبين المعتدين. الدعاء للمجاهدين دائما في دبر الصلاة والمناسبات الاجتماعية والسياسية والدينية، والدعاء على هلاك دولة الصهاينة الحاقدين. آخرا الدفاع عن المستضعفين بجميع الوسائل الشرعية. لقد ورد لفظ المستضعف ليس ضعيفا، عنده القوة، يريد الخروج من هذه الأزمة ولكن ليس في مقدوريته. لذلك قال الله تبارك وتعالى: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين. يعني المستضعف عبارة عمن يريد الخروج. حتى قال ابن عباس: كنت أنا من المستضعفين. كم مرة أراد هو وأمه يخرجا من مكة لم يستطيعه. لذلك المستضعف الذي عنده قوة ولكن قدرته لا تكفي لدفع هذا الظلم. لذلك على الأمة الإسلامية إن نصرة إخواننا المستضعفين آخر شيء في غزة واجبة شرعية لا يمكن الهروب منها بمقاييس القرآن، لأنهم مقهورون من قبل الكفار بسبب دينهم ومعتقداتهم، وليس لهم القوة في دفع هذه الطغيان مهما حاولوا وأرادوا، إن لم يكن يد الأمة الإسلامية معهم بالمال والنفس والإعلام وغيرها. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.